قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الآية دي لما أنا كنت بتفكر فيها قلت ياه قد إيه ربنا رحيم جدا، برغم إن سيدنا موسى كان بيتكلم مع ربنا مباشرة، كليم الله، كان بيتكلم معاه بشكل مباشر، وكان لسه موريله الآيات، كان لسه موريله ده أنت معاك عصاية بتتحول لثعبان ضخم، وكان إيدك اللي لونها أسمر لما بتحطها في جيبك وتطلعها بتطلعها بيضة أبيض من النجم الساطع. ومع ذلك سيدنا موسى ما استحاش وما اتكسفش إنه يقول ربنا يا رب أنا خايف إن هو يأذينا. فربنا بدل ما يلومه ويقول له أنت إزاي بعد ما أنا عمالة أوري لك كل الآيات ديت تقول لي أنا خايف، ربنا الرد بتاعه عليه كان في منتهى الرحمة. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما تخافوش أنا معاكم. قد إيه إحنا بنحتاج في الوقت اللي إحنا خايفين فيه حد يقول لنا ما تخافش أنا معاك، أنا جنبك، أنا سندك. دي أكتر كلمة إحنا محتاجينها. زي برضو ما سيدنا محمد وسيدنا أبو بكر كانوا في الغار، والآية في القرآن كانت بتقول لما فيما معناه إن لما بدأ سيدنا أبو بكر يخاف فسيدنا محمد قال له إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. ما قالوش أنت إزاي تخاف وأنت إزاي مش مصدق وأنت وأنت وأنت. موقف تاني تم ذكره في القرآن كان برضو يخص سيدنا موسى لما كان هربان من جنود فرعون لأنه كان قتل نفس. قصة مشهورة جدا إن سيدنا موسى غصب عنه قتل نفس، فهرب، ولما هرب شافوه البنتين وسقى لهم شال البير وسقى لهم الأغنام بتاعتهم. فلما راحت بنت من البنتين وقالت له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما جه سيدنا موسى وقعد مع سيدنا شعيب اللي هو أبو البنتين دولت، فبعد ما حكى له القصة دي قال له إيه؟ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يبقى ده بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا لما حد يجي لنا خايف نلومه، نقول له أنت راجل، أنت المفروض ما تخافش. ابني جاي لي بيعيط بيقول لي أنا خايف من كذا، امسك نفسك، الراجل ما يعيطش. إذا كان في القرآن ربنا بيكلم نبي بيقول له ما تخافش وهو أصلاً شايف المعجزات بعينيه وحاسس إنه خايف، هو خلقه فأدرى بمشاعره، ولكن مع ذلك تعاطف معاه وقدم له التعاطف لأنه في الوقت ده هو محتاج الطبطبة ومحتاج إن هو يتقال له ما تخافش. طب سيدنا موسى بقى اللي بعد سنين بعد ما جرب الدعوة بقى كتير لفرعون والآيات كلها والمعجزات وفي الآخر خالص أخد بني إسرائيل وقدام البحر، وبني إسرائيل بدأوا يخافوا يقولوا له جنود فرعون ورانا والبحر قدامنا هنعمل إيه؟ سيدنا موسى اللي كان خايف في الأول وكان بيقول لربنا أنا خايف، قال في اللحظة دي إيه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. بقى معاه يقين يشق البحر شقة. فأوعى تستغرب أبداً من إن حد ممكن يجيلك خايف في مرة فأنت تحتويه ويرجع بعديها أقوى من الأول بيقين يعمل معجزات. اوعى تفكر إن أنت لما ابنك يجيلك خايف ويقول لك أنا خايف ومش قادر وكذا، إنك لما هتحتويه وتقول له ما تخافش وأنا معاك وأنا جنبك، إن هو كده هيبقى ضعيف خالص. ده أنت كده بتديله القوة اللي بعديها يوصل ليقين في نفسه وثقة في نفسه إنه يقدر يوصل.